فيديو النهارده هقول لك على 5 نصايح للطلبه اللي داخلين تالتة اعدادي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم من ايه؟ ربكم في خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو. اول نصيحه هي حاول ما تخافش من تالتة اعدادي. خوفك من تالتة اعدادي هيسبب لك مش انك تذاكر، لا خالص. انت خوفك من تالتة اعدادي هيخليك تتوتر، هيخليك تخس، هيخليك يطلع لك هالات سودا تحت عينك، يعني هيدمرك وهيجيب لك حاله نفسيه. انا خارج من تالتة اعدادي الحمد لله في الترم الاول، انا خارج من الترم الاول ده بحاله نفسيه. انا كنت مخنوق متضايق مش قادر اذاكر للترم الثاني، كنت جايب 130 ونص، كنت ازاي مجهودي ضاع، مجهودي كده خلاص ضاع. الحمد لله اتحسنت في الترم الثاني وهي عديت تالتة اعدادي بمجموع 262 الحمد لله. ده انا ناقص في الباراجراف 5 درجات ونص. انت عارف يعني ايه باراجراف ناقص فيه 5 درجات ونص وانا كاتبه كما انزل؟ نيجي بقى على النصيحة التانية، وهي حاول تنظم وقتك. تنظيمك لوقتك هيفيدك. انك لا، مش معنى انك تنظم وقتك انك تقعد 12 ساعة وتذاكر 16 ساعة. اللي يقول لك انا بذاكر 16 ساعة و18 ساعة و24 ساعة و48 ساعة في ال 24 ساعة وتردش عليه، لكن عايزك كده في عقل بالك تقول انت هبيد، انت هبيد. لكن ايه المذاكرة الصح اللي علاء كان بيعملها؟ علاء كان بيعمل حاجة، كان بيركز في الحصة ويسمع شرح المدرس كويس، يجي البيت يراجع ويحل كويس على اللي هو اخده ويحفظ. يعني اول حاجه بركز في الحصه، تاني حاجه برجع البيت اذاكر اللي انا اخدته اول باول، المذاكره باول باول، اذاكر اللي انا اخدته، بعدها افهم الدرس واحفظه وابدا احل عليه. كده علاء ذاكر. طب ايه اكتر عدد ساعات علاء ذاكره؟ 8 ساعات. 8 ساعات عمرها ما عدت ال8 ساعات، عمرها ما عدت ال8 ساعات. وحاول تذاكر بالكم اللي هي الكميه مش بالوقت، يعني تقول انا خلصت قد ايه، مش ذاكرت كام ساعه. تيجي بقى النصيحه الثالثه، وهي حاول تنظم دروسك. تنظيمك لدروسك، تنظيم الدروس. تنظيم الدروس مهم جدا. انا كنت في الترم الاول ضايع. طب ده ازاي علاء؟ انا كنت مخلي العربي والرياضه والانجليزي يوم سبت وثلاث، والدراسات والعلوم يوم حد واربع، وسايب الاثنين والخميس فاضي. انت عارف يعني ايه؟ يعني انا مراكم كل الدروس في يومين وسايب باقي الايام. ده غلط. حاول تفنط ال5 دروس على ال3 ايام اللي هم 6 ايام، لكن بمقام 3 ايام اللي هو سبت وثلاث واثنين وخميس وحد واربع. اللي هو مثلا يوم السبت وثلاث خليها عربي ورياضه، يوم الاثنين والخميس خليها مثلا علوم ودراسات، ويوم الحد واربع خليها انجليزي. وكده يبقى انت فنطت ال5 مواد بتوعك على مدار الايام. نيجي بقى على النصيحة الرابعة، وهي أهم نصيحة، وهي حاول تذاكر أول بأول. ليه؟ لأن مذاكرتك أول بأول بتمنعك من حاجة تسمى التراكمات، وأنا أعمل لك فيديو على التراكمات أهوت، ادخل اتفرج عليه هيفيدك جدا جدا جدا. النصيحة الأخيرة، وهي هيئ بيئة مناسبة للمذاكرة. يعني ما تذاكرش في أي مكان وخلاص، لازم المكان اللي أنت بتذاكر فيه يكون متوفر فيه حاجتين. اول حاجه الهدوء اللي هو التركيز يعني، وتاني حاجه وهي الاضاءه. لازم مكان المذاكره اللي انت بتذاكر فيه لازم يكون فيه اضاءه كويسه جدا، عشان عينك النظر بتاعك ما يضعفش على الكتاب. وفي ناس انا اعرفهم نظرهم ضعف بسبب المذاكره على اضاءه ضعيفه والقعاد على الكتاب لفترات طويله، ودي هيحتاج لفترات راحه. ودي النصيحه اللي هديها لك في الجزء الثاني باذن الله. لكن النصيحه اللي عايز اقولها لك، هيئ مكان مناسب للدراسه، ده من خلال حاجتين بس، وهي الهدوء اللي هو التركيز والاضاءه. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المدون اونلاين، هتكون على الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشه ده، هتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار، يعني ببلاش حرفيا. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.